لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوشحال لواني نوصت وشيست دو لواني كان تفسير القرآن بما وخزمتان بس رزامة رب العالمين وهي دارم اوي ازي سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. بل خوش بسان ديارة أو أتشهر إلى خيبة بيشتر هيك رب العالمين عتاب دكا وقليلة بيغنبرك صلى الله عليه وسلم لقال إيمان داران أو كافركانيان بديل قرتو باشاني مقابل با مقدارك لبارة وكو فدية وريان قرت أصلا دبوا ليكم روبا روبونو هول بدن إثخان بكن حتى يثخن في الأرض. إثخان بكن وكباس ماكرو شدة التقتيل بالشيوية كواهنديان لبكشن شوكتي كافركان بش وقوتي أنا من أوزا وكاتب بديل بيان قرت إتر هل درجة أبابة تدفن لولا كتاب من الله سبق أجر لبر أوي نبوة لنا رب العالم بيشتري نسلاب كعذاب تاني تسري أو لمقابل أوي ككرتان لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم أو لمقابل أو في ديك ورتانجر عذابش جورتان ذات سري بلام خوي جور بفضل خوي نينار. لو كل تفسير قاسم لولا كتاب من الله سبق لمسكم أي لأصابكم بيتان دقيشت أجر لبر أوي نبا كخوي جور سبحانه وتعالى نوسيبيو لسرتان فيما أخذتم بسبب أوي كوا ورتانجر لفدية عذاب عظيم عذاب شيء شديد. وكل قاسمي دله عذاب شتن بقدر إبطالكم الحكمة العظيمة وهي قتلهم الذي هو أعز للإسلام وأهيب لمن وراءهم وأقل لشوكتهم. كواتا حكمتش قوري تدا بقر أوي أنقو بتان كردبا أوي كخواده بوي كوازورتان لبكشتبان كوادبو ماي زياتر عزيز بوني إسلام وأهل إسلام وهروها هيبتان زياتر دبو ليتان دترسان زياتر شوكة قوتيان دشكا. والمراد بالكتاب لولا كتاب من الله سبق أجر كتابك نبوة لله رب العالمين بيشتري بالريال لسرداب أو عذاب النار تسرتان بلام لبر أو كتابا نينار كتابك تسيا الحكم وتا أو حكميك بيشتري خواي قوردايتي وإنما أطلق عليه لأنه مكتوب في اللوح لبر اللوح المحفوظ نوسراي توا لو بيقول كتاب لبر كتب لبر أو حكمي نبوة كالله تعالى للوح المحفوظ نسيتيو كعذاب تانا لتسري أجرنا أو كارتاني هندي عذاب تان بيتسري. زو كدله لتفسير كان بتسنديش ولك دريته ولولا كتاب من الله سبق فقيل هو سينو سيتو خواي قوله لو حكمي كوا بو مانعك لبوي كوا عذاب تانا السري هو أنه لا يعذب قوما إلا بعد تقديمهم النهي ولم يتقدم النهي عن ذلك. كواتا أوي كانوا سلايتو للوح المحفوظ كبو مانع عذابنا يتسرتان أوبو كخواي قورا بيش أوي كعذابي هر كسانك بدا بيش وقت نهيان ليدكا لفلان شد أو زا أقر بيكن عذاب دي السري ولبيش أوش خواي قورا نينارد بولبوان كنابي بأسير بقرن أقرنا أو عذاب دات سلام بلا مادام نينارد بولبوكو حكمك لو خواي قورا سبحانه وتعالى عذابي ندان. وقيل هو أنه لا يعذب المخطئ في اجتهاده أو حكم إخوائي جور كانوا سيتوا اللوح المحفوظ أو كبو ما نقلبوا عذابنا السرطان أو أبو عندك هاي دنو أو كوا مسألة كين جول بقولوا نصي تدان بو اجتهاد بو كما دام اجتهادش بو أجر خطأش بي إخوائي جورا لسر اجتهاد شيء خطأ عذاب نادا. وقيل هو كون أهل بدر مغفورا لهم عندك دلين أو أبو كوا إخوائي جور نسيتوا ولا إخوائي كوا وكل حديث شاتية كفعل أهل بدر
شرفێکی تایبەتیان پێ بەخشرایکەوە خوای گەورە ئینی پێیانی فەرمووی ئینی قەد غەفەرت لەکم لێتان خۆش بوویمە کەواتە هەرچی بکەن مقابل بەو پاڵەوانیەتی کە لە یەکەم غەزوە بەرامبەر کافران نواندیان و یەخۆ یەکلاکردنەوەیان خوای گەورە لێیان خۆش بوو لە زەمنی ئەوەش لەو عەزابەش نەیناردە سەریان وقيل هو حل الغنائم وهندش كجدلان لولا كتاب من الله سبق أو كتابة سبق نسرايته ومانع عذاب النسد دلين أو فيديو أيان كورجاش لازمني أو غنيمة كلبيان حلال كده يا إخوي جورا نينا دسريان لا تفسير سعد ولولا كتاب من الله سبق به القضاء والقدر كواتأوي كواخوي جور الله كتاب خوي اللوح المحفوظ وقضاء وقدر نسيت يوا أنه قد أحل لكم الغنائم كونسيت يوا كغنيمة لبو أمة إسلام حلالا وأن الله رفع عنكم أيها الأمة العذاب إتر خوي سبحانه وتعالى عذاب لستنا هل قلت لازمني أو غنيمة كلبنجو حلال كرايا للتفسير قاسم دي وللرازي مناقشة هذه الأقوال الرازي مناقشة أقوال عندك كجتمن واختار أن الكتاب هو حكمه في الأزل بالعفو عن هذه الواقعة كواته الأزل وخواي جولد الزاني كأشترود ده لأزل وش بريالي داب كعفو تان دك لسأو كارك رود ده لبرسي لأنه كتب على نفسه الرحمة وخواي جولد سبحانه وتعالى رحمتي لسر خوي نوسية بويك وسبقت رحمته غضبه خواي جولد رحمتكي لبيش غضبه توربونيتي سوف لقاسم دي أقول لعل الأمس في تهويل ما اكتسبوه تفسير الكتاب ما في قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني قاسم جو هاي لقداته ما دام بيغمبريان لنا صلى الله عليه وسلم خواهي قرش بريان دي حتى بيغمبريان لنا وبعذابنا نتسريان سبحان الله وهلوها رازي دلي قال ابن عباس هذا الحكم إنما كان يوم بدر أو حكمه لا روجي بدر بو لأن المسلمين كانوا قليلين عدد مسلمان كم فلما كثروا وقوي سلطانهم كاتكوا زوربو المسلمان ده صلاتيان زوربو أنزل الله بعد ذلك في الأسرى إن زاخواي سبحانه وتعالى سورة محمد وآتيدا بزان حتى إذا أدخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها كواتا لقول ابن عباس هاتي دلي أو آتا درباري بدر دابزي لبري أوكاتا كم بون بيد الصلاة ملام دواتري آتي سورة محمد كبيرغوتي سورة قتالش أو كاتا دابزي قاسم دل هذا الكلام يوهم أن قوله فإما منا بعد وإما فداء يريد حكم الآية التي نحن في تفسيرها يلواني كسان قواتي بقان كوا فعلا أو آتي سورة محمد كوا دفرمي حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء عندك قواتي بقان كوا لو آتي لوين دفرمي لباشي إثخان أو ذا بأسيريان بقرن تندج بيان بس أو زدواش سبب من ند بريان ددن يان بفداء طلع يوهم عندك أصوات دقا كوا أو آتي سورة محمد يريد حكم الآت نحن في تفسيرها طلع أو آتي سورة محمد عيني أو حكمه أو كاستعمل خزمتي دان لسورة الأنفال طالما ضليوانية لأن الآتين متوافقتان فإن كلتيهما تدل كواتهيس تعرج لبيني أو آتنية أو آتي سورة الأنفال لقال أو آتي سورة محمد صلى الله عليه وسلم تفرمي هردوشيان تدل على أنه لا بد من تقديم الإثخان ثم بعده أخذ الفداء هردو آيات بلغان لسر أوي كوا يكحكم باز دكان يكم زاد تبي إثخان بكرة شدة التقتيل بكرة كشتارش زول لنا بكرة تاكو قوته هيبتي النمينة أو زدواج بأسير بجيرين تفرمي هردو آيات أو يعني لورد جيري هل تفسير قاسم ده قال القاضي في الآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وش يجتهدون كتب الجيت ذاك وبيغمبران عليه الصلاة والسلام اجتهاد ده كان لو حالتان كنص يجني وأنه قد يكون خطأ ولو أنا عندك الاجتهاد كان خطأ بي ولكن لا يقرون عليه بلام كاجتهاد شكل أجر خطأ أبو وكو اجتهاد علماء دي كان أو بيغمبر عليه الصلاة والسلام خواي جور هذا بزينيو أجر اجتهاد كي لزيجا خوي نبو تنبيه ذكا وأجداء ذكا تكوا ندبا وابي ابن كثير دلي رحمة الله وقد استمر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء
حکمی ئەسیر چییە بەگشتی ئەو جا هەتا ڕۆژ قیامەتی کاتێکەوە ڕووبەڕوون لە بەنێو ئیماندار و کافرەکان بوو لە لای زۆرینەی عولەما ئەوەیە ئەن الئیمام مخەیەڕ فیهم ئیمامی ئەو کات گەورە و برا گەورەی ئیماندارانی ئەو کات ئەو سەرپشکە لەوەی کات لەگەڵیان دەکا ئین شاء قەتل ئەگەر وای بە مەسلحەت زانکەوە بکوژێن دەیان کوژی کەما فوعیل ببەنی قوڕەیضە وەکو لە زمان پێ چ لە بەنی قوڕەیضە کرا کە ئەسیریش بوون کە کوشتیانی دەکرێ ئیمام ئەگەر وای پێ مەسلحەت بیان کوژی وئین شاء فادا بمال ئەگەر بشێوێ لە بۆی هەیەکەوە فیدیەیان وەربگرت فیدیە وەرگر بەرامبەر بە ئازادکردنیان کەما فوعیل بئەسرا بەدر هەروەکو ئەسیرەکان بەدر مقابل بە پارە بەردران وبمن أسر من المسلمين وهروها دەشکرێ بیان گۆڕیتەوە کۆ لە بەدریش هەندێکی گۆڕی و پێ سەڵ بەوەیکەوە لە مسلمانەکان ئەسین لە بەردەست کافرەکان والحاصل دەفەرمیتن ئیمام قائد بابن وەلی ئەمری ئیمانداران لەو کاتێکەوە قیادەی ئەو جەیشە و قیادەی ئومەتە دەکاتن لە بۆی هەیە ئەوە بە ئیجتیهاد بکات کەوا چ لە مەسلحەتی ئیسلام مسلمانانە ئەو کاتە ئەو بڕیارە بدا دەفەرمی بەو شێوەیە بەڵام قاعدە عامەکە ئەوەیە هەتا وەکو شەوکەت و هەیبەت کافران نەشێنی لە بۆیان نییە بە ئەسیریان بگری و دواتریش کە بە ئەسیر گیران لەو حاڵتە ئەوجا ئیمامی مسلمانان سەرپشکە کەوا چاڵوێستێک لەگەڵیان دەکا لآتي دواتر دفرين فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم دەیبیخۆن لەو غەنیمەیکەوە کەوتە بەردەستان لە ضمنی ئەوەش ئەو فیدیەیەکەوە وەرتان گرتێ حەلالەن طەیبا بە حەلالی و بە پاچی بیخۆن وەتەقوای الله تعالى بکەن بێگومان الله تعالى غەفور و ڕەحیمە. قال أبو حيان فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا أي مما غنمتموه ئەوەی کەوا غەنیمەتان کەوتە بەردەستی لە بەدر بیخۆن بە حەلالی و بە پاچی ومنه ما حصل بالفداء الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم كواتا لازم أو غنيمة كبردستان أو باريبو كلمقابل دا فدية بابلين أسير كان بدريان بي آزاد كر لمقابل باريان ورقر أوش لازم غنيمة كي بيخون بحلالي كوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي وري بقرن وليس هذا الأمر منشئا لإباحة الغنائم طلع أو آتا معنى أولية كوا أو آتا بلغبي لسر أوي كوا خواردني غنيمة حلال بلبو أمة إسلام إذ قد سبق تحليلها قبل يوم بدر لبيشي غزوة بدريش أو حكم دابزي بكوا غنيمة لبو أمة إسلام حلالة ولكنه أمر يفيد التوكيد بلام ليردا لبو التأكيد أو بابتا أو آتدابزي واندراج مال الفداء في عموم ما غنمتم وهلوا لازمني وش أو فدية كوريان قلت بك لا دعاتك بيش وترخواي قليان لذكا بلام لقل أوش كا فديان ورقت له برامبر آزاد كرني أسير كانيان أوش لازمني أو غنيمة كوا حلالة إذ كان قد وقع العتاب في الميل للفداء ثم أقره الرسول صلى الله عليه وسلم إتر كبموافقة بيغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي قولش كقليان لذكا بلام دواتريش أو فدية كورجيلا لازمني أو غنيمة كوا بحلالي دبي بيخون لبويان هي بحلالي بيخون فكلوا مما غنيتم حلالا طيبا وكو لا تفسير قاسم أي كلوا بعضه فكلوا مما غنمتم مما لمن ما يهات يمينك تبعيضية كاتهندق لغنيمك بخون بعد إخراج الخمس وكو لا كان بيشتر باس ماكر واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه كات خمس اللي در دين أو زوان كتوزيع ذكره كات لدوا درينان خمسك أو زباقي كيت بحلالي بخون لنواتن توزيع ذكره فكلوا مما غنم حلالا طيبا حلالا أو ديارا طيبا أي لذيذا هنيئا كواتا وكو بكل خوان الناس بابلين نوشي جان تامبي بباتشي بيخونو تامو لذتي لوربقرن أو حلالا بالشرع طيبا بالطبع كواتا هم حلالا لروي الشرع هم بالطبيعتيش اشتيشي باكو تساكو بلزته قيل هذا الأمر تأكيد لحل المغانم كواتا حلالا طيبا حلالا كديارة طيبيش كواتا لبو التأكيد تأكيد كنو لسر كوا فعلا أو غنيمة لبوتان حلال بيخون لأنه علم مما تقدم من قوله واعلموا أن ما غنمتم
لبرو إلى آتكي بيشوتر وعلم أن ما غنيت من شيء أو خواي قول توزيعي كرديا لو أن زاندراك وحلال بيخون كبرام كلي دفن بالطيبيش بيخون لبو التأكيد لسر حلال بوني غنيمة لبو أمة إسلام وإشارة لاندراج مال الفداء في عمومها وهو إشارة الشاء لبو أو مالك ولا فدية ويانقد مقابل بأسيرة كان أوش لازم أو غنيميك بحلالي وبالطيبي بيخون لا تفسير سعدي دلي وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة طبعا أوه يكلا شوازكاني لطفي خواي قور برامبر بو أمته ويكو أحل لها الغنائم ولم يحلها لأمة قبلها خواي قور لبو أمته حلال كركوا غنيمة بخون بلام لبو أمته كان بيشو ترك لخزمة بيغمبران بوينة خواي قور حلال نكرد بو كوا غنيمة بخون يتر أوش وكو بيانصوم لحديث صحيح دا فرمي كخواي قور لبو إيمي حلال كر لبرتسيب ورأى ضعفنا وعجزنا خواهي قولت بعضنا حالي إيمي بين كالسا حالتيش لاوازي داينا سن محتاجين لبوي لو خواهي قولت فأحلها وطيبها لنا لو خواهي قولت حلالي كردو باش كر لبو إيما أوزال النهاية على كشدفن واتقوا الله إن الله غفور رحيم واتقوا الله وكل قاسمي دالله في جميع أموركم لهمولانا كان جيانتان تقوى خواهي قولت بكن ولازموها ملازمتان بيتن تقوى إخوائي قولا شكرا لنعم الله عليكم وكو شكرانا بجيريك لبو أو نازو نعمتاني كإخوائي قولا بيتاني بخشة إتر إخوائي قولا بيقمان غفورة لبو شيء وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى كاتكوات توبدك وبدقريته وكذا ويساعدك إخوائي قولا همونا كان خوش دبي وهروها رحيميشة كوالدواي أو لي خوش بونا توفيقي دكا لبو التوبة ولا ضمني رحمتي خواهي قورش بتايبتي لو آتا خواهي قورة غنيمة حلال كر لبو أمتي إسلام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون